السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم خياتي، نرحب بكم، نرحب كامل خياتنا، نقول لكم نورتوا القناة وأهلا وسهلا بكم. اليوم كما راكم تشوفوا جبت لكم فيديو على الزيتون، كيفاش نديروا تخليط الزيتون في المنزل ويجي ما شاء الله. وجبت لكم كامل الأسئلة تبعو: الزيتون المبضع، الزيتون الأسود، الزيتون الفيولي، ترقيد الحار. يعني جبته لكم فيديو متنوع كيما يحب خاطركم من كل فن شويه، ونقول لكم يعني كامل الاسئله تاعو كيفاش تستحفظوا به، يعني ماشي غير نخدموه برك، حتى كيفاش نخبوه ويقعد لنا مده طويله ما يصرالو والو. ان شاء الله تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تستفادوا منه. وقبل ما نبداو الفيديو نصلوا ونسلموا كامل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وثاني اللي ماهيش ابوني نقول لك ما تنساش ديري ابوني وتفعلي الجرس وديري بارطاج مع خياتك حباباتك باش هما ثاني تيديروه وينجحوا فيه. وان شاء الله نديروه العوله تاع فصل الشتاء والعوله تاع شهر رمضان، لانه في رمضان نحتاجوه يعني بالبزاف، ونحتاجوه يعني في البوراك، نحتاجوه في لي فارس، نحتاجوه في الشلايض، يعني في لي سوفلي، فوق لا بيتزا، يعني فوق وين تحبوا تحطوه. يعني هذا الزيتون تقدروا ديروا به كلش، يعني تقدروا تتناولوه كمقبلات وفوق السلطات، وثاني يعني تقدروا حتى طيبوا به. ابقاو برك معايا وان شاء الله يعني تعلموا له اليوم ان شاء الله كامل الاسئله ديالو. اول حاجه نبداو على بركه الله، ما تنساوش ديروا لي كومونتير وديروا لي لايك وبارطاج هكذا باش تشجعوني. وهنايا هايليك عندي كميه يعني ما شاء الله تاع الزيتون، وهذا الزيتون يعني فيه احجام مختلفه. نتوما وما حبيتو وانتوما يعني وما تحصلتو. انا اليوم حندير بهذا المتوسط اللي بزاف شباب كما راكم تشوفوا. ولازم تخيروه يكون يعني طايب، يكون صفر، ما يكونش رايح للزروقيه ولا هذاك الخضر الفونسي، لازم يكون رايح للصفوريه باش يجيكم بنين ويكون يعني طايب. راكم تشوفوا عندي كميه يعني ما شاء الله كميه كبيره، مخلط يعني ما بين هذاك الاسود والفيولي والاصفر، هذا اللي هو يعني اخضر ورايح للاصفر. ونبداو المرحله الاولى. يعني كاين اللي يحبوا هكذاك مفتشخ يعطيلو بزاف شكل شباب كما شفتوا في بدايه الفيديو. هاوليك ساهل، حاجه سهله يعني بسيطه. تشدوا هذيك الحبه تاع الزيتون، لازم تفرشوا لها من تحت حاجه يعني تكون سربيته تكون مليحه خشينه، وديروا كيس. ومن بعد تجيبوا هكذا اناء فيه الماء، ضروري يكون الماء قدامكم. ومن بعد تبداي تجيبي اي حاجه تخبطي بها. انا درت بالكاس، راني نخبط يعني غير بالعقل، تخبطوا خبطه ولا زوج يعني هذاك مكان، يعني ما تخبطوش بزاف حتى طلوا هذيك العظمه. كما قلت لكم انا هذا الزيتون تاعي راهو طايب وراهو يعني شغل المكتمل النضوج تاعو في الشجره يعني طاب في الشجره. كنت تشوفوا يعني كنت خبطوه بزاف راح حطيت له هذيك العظمه تاعو ولا العلفه. انتوما اخذتوه خبطه ولا زوج، المهم يتفلق لكم كيما شفتوا. هايليك وحده زوج يعني تكفي. وضروري ديري هذاك الكيس باش يعني ما يطرشكش هذاك الماء ديالو، لانه يدبغ. يعني تقيسي حوايجك ولا هكذاك حاجه راح تدبغ لك. المهم نتوما ديروه داخل كيس، ويعني من الافضل كامل دخلوها داخل الكيس كامل وتخبطوه. هاوليك شوفوا هذا الماء تاعو يدبغ، دوك تشوفوا يديا كيفاش يرجعوا، وهو يعني الماده هذيك اللي تخرج منه يعني قاطعه. هنايا الطريقه الثانيه هذاك اللي شفتوه الاول اللي فتشخناه بالحجره، هذاك يعني يوجد في وقت قصير ويطيب في وقت قصير. علاش؟ لانه خلاص يعني تفتح. اما هذا يقولوا له المبضع، يعني تقدري تبضعي بهذه الاداه اللي هي ماشي غاليه، يا ربي تسوى 5000 ولا بالك ما تلحقش 10000، وتبرجي بها. يعني كاين فيها 3 دوائر، كاين تاع الحجم الصغير والحجم الكبير والحجم الوسطاني. انا ندير في الحجم الوسطاني لانه الزيتون تاعي جاي متوسط. هي تساعدكم بزاف يعني هايله، ما تجرحكمش في يديكم. بصح بالطريقه هذه تاع الموس اللي ما عندهاش دير عادي بالموس، بصح ننصحكم تحوسوا عليها وتجيبوها لانها ماشي غاليه وعمليه جدا. جيبوا 2 ولا 3 باش يعاونوكم افراد العائله، ما تقدريش ديريه وحدك يعني يشد لك اليد، يشد لك سورتو الا درتي كميه كبيره. وانا ننصحكم ديروا كميه كبيره. هذا اللي كنت تشوفوا فيه هذا جاي رايح للكحوليه ولا فيولي فونسي، هذا ديروه مباشره يعني في الماء كما راكم تشوفوا. ديروه في الماء لانه هذا طري، لانه راهو طاب يعني طاب في الشجره. هو يكون الزيتون يكون خضر ومن بعد يولي فيولي ومن بعد يولي اسود. نتوما كي يلحق اللون الاسود يعني الزيتون تاعكم راهو طري. شوفوا شحال راهو طريني، بضعت لكم هاد الحبه باش تشوفوها، راهو طري بزاف. تحبوا تبضعوه باش يتنحلوا المراره في وقت قصير، تحبوا يعني تصبروا عليه باش يقعد لكم هكذاك الشكل تاعو كيما في الشجره. ما تبضعوش، يعني هو الاسود ما يتبضعش في الحقيقه، ما يتبضعش. مي انا وريت لكم. نتوما هذاك لا ما عندكمش الاداه كما قلت لكم بضعوه بيديكم، برجوه على 4 خطرات كما شفتوني درت.
وهنايا انا درتو في هاد الجيليكا هذيك ضروري هذاك البوشون تثقبيه، ديري له ثقب من الفوق باش تتنفس، لانه هذا الزيتون فيه غازات يعني كيما شتي القرعه تاع الكوكاكولا كي تشديها وتخضيها ومن بعد تفتحيها، شتي كيفاش تولي تفيض ويطلع عليك البوشون والدنيا كامل تتمرمد. هكذاك الزيتون لو كان تغلقي عليه وتخليه مده 10 ايام ولا 20 يوم ولا بالك شهر ما تفتحيهاش، رايح يطير عليك هذاك البوشون وتولي تفيض يعني لا قدر الله انتوما تثقبوا هذاك البوشون. سورتو لاكو رايحين تخبوه مده طويله. كاين بزاف اخوات هنا اللي ما فهموش المرحله هذه كيفاش كي نديروه في الماء واش نديروا له الملح، نديروا له القارص، نديروا انا نقول لكم ما ديروا له والو، لانه رايحين كل يوم رايحين نبدلوا له الماء. يعني كي ديري الملح غد من داك تعاودي ديري الماء وديري الملح وكل يوم ترمي هذاك الملح، ولا ديري القارص كل يوم ترمي هذاك القارص. نتوما ما ديرولوش لا ما لا قارص، عفوا لا ملح لا قارص، ديروا غير الماء هكذا النهار الاول. هاي اللي كان يتقبت البوشون وغد من داك رموا هذاك الماء وعاودوا ديروا ماء جديد وغلقوها. ولا كنتوا رايحين تخلوها يعني عندكم كميه كبيره، يعني ما تقدروش تستهلكوا كما انا مانيش راح نستهلك كامل هذه الكميه في مده قصيره يعني يفسد لي. لازم ندير نخدمو قسمه ناكل، يعني قسمه نتناول منه هذاك واش نخدم. اما هذاك اللي ما نسحقوش مانيش راح نتناول منه، ندير له الماء كيما شفتوا كيما نعمرو اول مره نعمرو بالماء، وغد من داك نبدل له هذاك الماء لانه يكون كحل شويه. تحبوا تبدلوا تحبوا تخلوه وتغلقوا عليه في هذيك الجيريكا وتثقبوا هذاك البوشون وتخلوه في مكان يعني بارد. ما تقيسوش السمش، ما تقيسوش السخانه تاع الكوزينه، ما يقيسوش الشوفاج، يعني تحطوه في بلاصه تكون فيها البروده وما فيهاش ما تقيسهاش الشمس. ما ديروش تحت البوطاجي، ما ننصحكمش لانه يفسد السخانه تحت البوطاجي. ديروه برا، ديروه تحت الدروج في البالكون، ديروه في كراج، ديروه في سطح وين حبيتو ديروه. المهم تقدروا تستحفظوا به مده يعني عام في بلاصه يكون بارده ما تقيسهاش الشمس وما يصرالو والو. المهم ما تبدلولوش برك الماء، خلوه في هذاك الماء الاول ديالو. هذا لا كنتوا رايحين تستحفظوا به يعني اكثر من نقولوا 6 شهور ولا. المهم يقدر يشد لكم حتى العام. واللي رايحين تتناولوه هذاك بدلوا له الماء يوميا كما شفتوني. الماء كي تبدلوه غد من داك تسيبوه يومين 3 ايام تسيبوه ولا كحل يطلق هذيك الماده تاعو هذيك المروره. حنا علاش نبدلوا له الماء؟ لانه يجي مر قاطع ما تقدروش تناولوا، يعني كون تذوقوه لسانكم يشلفط من هذيك المراره ديالو. كل يوم بدلوا له الماء بدلوا له الماء حتى تشوفوا هذاك الماء تاعكم صفى مده 12 يوم 15 يوم 20 يوم، يعني على حسب المراره تاع الزيتون وتاني على حسب الحجم تاعو، على حسب هذاك اللي بضعتوه ولا هذاك اللي فتشختوه. هذاك اللي فتشختوه يعني تتنحلوا المراره في وقت قصير، اما هذاك اللي بضعتوه حوالي 15 يوم هكذاك ويوميا تبدلي له الماء. اذا نسيتي نهار على نهار ولا يومين 3 ايام راح يزيد يستغرق لك وقت طويل. وهذاك اللي ما بضعتيش رايح يطول، يعني يطول بزاف لانه هذا راكو مغلوق يعني يطول وانتي تبدلي له في الماء بالك شهرين ولا. شوفوا هذيك لا كولور اللي يطلقها هي هذه كامل هذيك المراره اللي شفتوها. هذا المفتش كما قلت لكم يعني تتنحلوا المراره في وقت قصير بالك 10 ايام لا كنتي تبدلي له صباح وحشيه الماء ولا 12 يوم. دوك نتوما يعني على حسب النوعيه تاع الزيتون يعني فيه انواع، كاين اللي تتنحلوا المراره به فيه وكاين اللي لا كاين اللي حجمه كبير كاين اللي حجمه صغير كاين اللي متوسط. كما قلت لكم كاين اللي مغلوقه ما درتو لها والو ما بضعتوها ما درتو لها حتى حاجه، هذيك تانت راح تطول باش يتنحالوا المراره. انتوما المهم انا عطيتكم الفكره، انتوما دائما بعد 15 يوم 20 يوم تبداو تذوقوا فيه. كي تصيبوا المراره تنحات خلاص بلا اي اضافات، ما ديروا له لا ملح لا والو غير الماء برك، وما تخلوش في المطبخ وما تخلوش في السخانه تاع الكوزينه. هذه اللي ننصحكم بها لانه هو يفسد ما يحبش السخانه. الزيتون ما يحبش السخانه تاع الشوفاج ولا تاع الفورنو. المهم ما تخلوش في المطبخ وما تخلوش في السخانه وما تخلوش مقابل الشمس. هذا هو، ما تخلوش في بلاصه مغلوقه، خلوه في بلاصه مفتوحه مهويه وبارده. وهذه يعني المرحله الاولى ان شاء الله تكونوا فهمتوها. اللي كانوا بزاف
جاوني تساؤلات كيفاش النهار الاول نديرو الملح مع الماء، كيفاش نديرو. ان شاء الله راني وضحت لكم وتكونوا فهمتوا المرحله الاولى. المرحله الثانيه دوكا باش ندوزنوه باش نتناولوه. واش عندي كما وريت لكم، عندي القارص، عندي زروديه، عندي الكزبر الحب ضروري، الكزبر حب والكركم والرند، يعني هادو ضروريين، وزريعه البسباس. انا هادو هما اللي يعطولو كامل هذيك البنه. كنت تشوفوا عندي زروديه قطعتها بهذيك الاداه، قطعوها بالشكل اللي تحبوا، ديروهم مدورين، ديروهم طوال، ديروهم كيما تحبوا قطعوهم. انا نفضل هذاك يعني يكونوا ديروهم بالطول، يعني هكذاك رقاق وبالطول كيما شفتوا يجوا يعني كروستيون، يجوا هايلين. ما تغلوهم، ما تفوروهم، ما ديروا لهم حتى حاجه لانهم يفسدوا. نتوما قباله هكذاك خضره كيما شفتوا قطعوها، ديروا كميه يعني مليحه كبيره. دوكا جيت للقارص. القارص تقسموا كما كنتوا تشوفوا دي رونديل وتقسموا مربعات صغيره، يعني نحتاجوا هذوك الرونديلات ماشي بزاف، اما هذوك المربعات الصغيره كما شفتوا يعني نحتاجوا منهم بزاف. هاوليك الزيتون تاعي راني حندير من هدايا اللي بضعته اللي فتشختو هذا بالكاس. هاوليك شوفوا طاب، تنحات له هذيك المراره كما قلت لكم. نتوما نهار اللي تصيبوا المراره تنحات له كامل، ماشي تبقى يقعد شويه مر. كاين اللي يحب هكذيك المراره شويه، بصح انا نفضل نحيلو كامل المراره على جال الاطفال ما يحبوش يتناولوه. وهذا اللي بضعته بديك الاداه ولا بالموس كما شفتوني. خلاص يعني نهار الاخير شللته بالماء وقطرته. ودوك واش درت، جبت هذاك الزيتون، درت له هذيك الزروديه اللي قطعتها كما شفتوني، وندير له هنايا القارص هذوك المربعات الصغيره. هذوك الرونديلات ما ديروهمش دوكا، ديروا هذوك المربعات الصغيره، ديروا كميه يعني مليحه. هنا عندي حوالي 3 حبات ولا 4 كما شفتوهم. درت له وريقات تاع الرند، وهنا عندي الكزبر الحب. نتوما خيروا هذاك الرقيق، كاين زوج انواع، كاين كزبر حب الخشين وكاين رقيق. هذا الكزبر يعني يمد بنه عظيمه في الماكله. درت له زريعه البسباس، راهم يسقسوني على البسباس هكذاك خضر، انا نقول لكم يفسد لكم يعني يخسر لكم كامل الشكل تاعو. ديروا البسباس هكذا زريعه، ولا قطعوا البسباس مربعات صغيره جدا. درت الكركم، خيروا الكركم هذاك اللي شباب اللي يتباع في الباكيات ماشي تاع الميزان، ولا صبتو تاع الميزان شباب اشروه. انا ما عجبنيش تاع الميزان كي شريته، ما يعجبني تاع الباكيات هذاك الكاشتي. وكما قلت لكم درت زريعه البسباس ودرت هذا واش درت. ومن بعد خلاص خلطتهم كيما شفتوني، خلطتهم مليح، خليتهم بجهه. دوكا نجو للماء. الماء عنده حساب، الماء اللي عنده الحساب، ماشي برك ديري الماء والملح وخلاص وتذوقي، ما تعرفيش عمرك ما حتجيبيها سوا. ديري كاس ماء كما كنتوا تشوفوا كبير تاع 240، وديروا مغرف تاع الحشا تاع الملح، بصح ما ديروهاش بومبي، ديروها ممسوحه، ما تعمروهاش لانكم يجيكم شويه مالح. ديروها ممسوحه ولا قل، يعني قل من الممسوحه اللي ما يحبوش مالح. والماء هذاك يكون معدني، ما يكونش تاع الروبيني. تحبي تجيبي تاع العين تغليه تخليه يبرد وديريه، لازم يكون ماء بارد. تحبي كاش عندكم ما تاع نقولوا حر هكذا تاع البير ولا تاع لي سورس، ولا يعني هذاك تاني يعني خير. انا الماء تاعي تاع لا سورس ماشي تاع الروبيني، باش يعني يداين لكم ويقعد لكم مده طويله، باسكو الماء تاع العين فيه لو جافيل، فيه يعني فيه الكلور، فيه على بالكم. كيما شتوني درت كل كوب ماء ندير له مغرفه تاع الملح عادي، خلطتهم حتى ذاب الملح، حطيتهم بجهه. ومن بعد نجيب العلب تاعي الزجاجيه، من الافضل باش يشد لكم، هذا يشد لكم عام في الثلاجه ما يصرى له والو. درت هذاك الزيتون اللي خلطته مع الرند والقارص والكركم والكزبر حب وزريعه البسباس، هادوك درتو. ومن بعد شديت البراج هذوك لي غونديل تاع القارص هكذا نشبح، من جهه نشبحهم ومن جهه يعطيهم ذوق بزاف بنين. القارص يعاونوا بزاف في الكو تاعو، يعطيلو ذوق شباب. حطيتهم هكذا كامل لوتور. تحبوا ديروا تاني وريقات تاع الرند عادي، تحبوا ديروا تاني الحار. درت تاني الحار ولا شتوني، درت الحار هذاك اللي كنت رقدته. دوك نعطيكم الوصفه في نهايه الفيديو. المهم كملوا الفيديو حتى الاخر باش تستفادوا، لانه فيديو مهم جدا جدا باش تنجحوا فيه. تقدروا حتى ديروه يعني تبيعوه، تقدروا حتى تسوقوه. حاجه طبيعيه بيو، يعني ما فيهاش كامل مواد حافظه. هنا بعد ما عمرت مليح دكست هذيك العلبه تاعي الزجاجيه بالزيتون وهذوك الخلطات اللي شفتوهم، ومن بعد درت لها الماء والملح هذاك اللي وريته لكم تاع كاس ماء ومغرف تاع الملح تاع العشاء ماشي معمره. في الاخير كامل نجيب هذوك لي غونديل تاع القارص نديرهم من فوق الزيتون، وندير عليهم زيت الزيتون. هذه المرحله ضروريه جدا، لي غونديل تاع القارص مع
زيت الزيتون هو الاخر، ما ديروهش من الاول، ديروه هو الاخر من الفوق. علاش نديرو هذا الشيء؟ باش الزيتون تاعنا ما يطلعش للفوق، باش نحكموه ياك شغل نزيروه بالقارص، نزيرو هذاك الزيتون بالقارص باش ما يطلعناش للفوق وما يفسدش. وفوق القارص نديرو زيت الزيتون، هذيك ماده حافظه. دوك انا دوكا كي نحطهم في الثلاجه واش يصرى؟ هذيك الطبقه تاع الزيتون اللي درتها من الفوق رايحه تجمد، تولي كيما الشمع، يعني تولي كيما الماده الشمعيه، تجمد لكم من الفوق. هاوليك راني ندير في الفلفل القرونه هذاك تاع الفلفل الحار، واللي رقدتو انا تحبوا تشروه يعني عادي، بصح انا راني ندير كلش طبيعي، انا ما درت حتى حاجه فيها مواد حافظه ولا من المحل ولا، كلش خدمته وحدي. راني ندير في الوريقات تاع الرند هكذا كيما شفتوا، يعطيهم شكل شباب هكذا في العلب دياولي، وميمتون يعطيهم البنه. والرند راهو فيه مواد يعني صحيه جدا لجسم الانسان، يعني الرند هذاك راهو فيه فوائد عظيمه لجسم الانسان. راكو تشوفوا زيرت مليح هذاك الزيتون تاعي كيما شفتوني، مش حتى يتشقق لكم ولا يتكسر. المهم يعني زيروه، من بعد ديروا هكذا الخلطه تاع الماء والملح كيما شفتوني، تغطوا هذاك الزيتون، ما تطلعوش حتى للفوق الماء والملح، المهم تغطيوه. هنا راني ندير في ليغونديل كيما راكم تشوفوني نزير، يعني حبه زيتون ما لازمش تطلع، يبقى كامل مزير تحت هذاك البراش تاع القارص. المرحله الاخيره ندير زيت الزيتون اللي هي ماده حافظه، تغلق كامل على هذاك الزيتون وعلى هذاك القارص، ما يصوف لكم، ما يغمل، ما يفسد، ما يتبدل الطعم تاعو. نغلقها هكذا ونروح نحطهم في الثلاجه، نخليهم في الثلاجه مده اسبوع ولا عادي، ومن بعد نبدا نتناول. بعد اسبوع تبداو تذوقوا فيه، راح يعطيكم واحد الذوق ما شاء الله عمركم ما يعني ما ذقتوه. مستحيل هذاك اللي تشروه يجي الذوق تاعو كيما هذا الطبيعي البنين النظيف الصحي، خاصة الصحي. هنا عندي علبة هكذا عريضة تاع بلاستيك، هذه تقدروا تناولوها مدة شهر شهر ونص في الثلاجة، دائما في الثلاجة. مي حبيت نقول لكم بلي كي ديروا هكذا فمها عريض راحين تستهلكوا بزاف البراش تاع القارص من الفوق، ماشي كيما هذيك العلبة المغلوقة من الفوق فمها مغلوق. ديروا زوج رونديلات ولا ثلاثة تاع القارص، وراحين تستهلكوا تاني يعني كمية تاع زيت الزيتون حوالي فنجان ولا نصف فنجان. يعني من الافضل ديروا العلب هكذا اللي فمهم مغلوق باش ما تستهلكوش زيت الزيتون وما تستهلكوش هذاك البراش تاع القارص يعني بكميه كبيره، كلش راهو غالي على بالكم. وهكذا انا حطيتهم في الثلاجه مده اسبوع ولا هكذا 10 ايام، يعني حتى تشوفوا لا كولور تاعهم تبدلت. هذاك الكركم ضروري هو اللي يعطيكم لا كولور، يجيكم هذاك الزيتون تاعكم اصفر كيما شفتوا. هاوليك بعد اسبوع راني جبته لكم، هاوليك طاب، وهو من الاول كان يعني طايب، يعني كي طيب درناه في الماء كنا نبدلوا له في الماء ديجا راهو تنحات له المراره وطاب. دوكا زادوا دخلوا فيه هاد المنكهات، ويعني خدا لا كولور تاع الكركم اللي قلت لكم ضروري، هو والكزبر حب وزريعه البسباس هادو ضروريين، والرند والقارص هادو كامل ضروريين. الزروديه كما قلت لكم، تقدروا ديروا حتى البصل هذاك ايشالوت، تجيبوا هذاك البصل تكون حبه صغيره تنحوا لها كامل هذوك القشور، تقعد لكم غير هذاك قلب الحبه هذاك الصغير وديروه معاهم، حيرجع عندكم البصل هذاك الايشالوت اللي نشروه مع الزيتون المرقد. هاوليك انا كنت كما قلت لكم درتها في الثلاجه، مسحتها كامل كما شفتوا كانت منديه، وراني نشارك معكم دوكا. شوفوا هذاك اللون وهذاك الجو وهذيك الريحه وهذاك فريمون ذوق ما شاء الله. ديروا لها هذاك الحار اللي قلت لكم عليه فلفل الحار المرقد، واللي كانوا جاوني بزاف تساؤلات عليه كيفاش خدمتيه. ها مقابلكم دوك نشاركوا معكم. هنايا كما كنتوا تشوفوا، وهذا عندي هذا الزيتون هذاك الاسود، انا كي درته في الماء خليته في الماء، قاعده نبدله في الماء يوميا. هذا يطول باش يتنحلوا المراره، ماشي في 10 ايام لانه ماهوش مبضع. هدايا حتى تنحت له المراره باش درت له الملح، الخلطه هذيك تاع الماء والملح، ودرت له وريقات تاع الرمل، يعني ما درتلوش منكهات. تحبوا ديروا له الكزبر حب ولا يعني نتوما ما حبيتوا ديروا هذوك اللي شفتوهم. هنا هذا هو الحار اللي كنت جاوني تساؤلات عليه كيفاش رقدتيه. هذا درتوه في الخل فقط، كي شريته بيان سور شللته ومسحته، ومن بعد جبت قرعه تاع الخل فرغتها في العلبه. قبل اول حاجه ديروا الحار تاعكم تسقموه هو الاول، تزيروه يعني مليح، ديروا كميه مليحه، تخلطوا يعني الحار الاحمر الاورانج كيما شفتوني الاصفر هذاك، وهو يكون خضر في الاول. انتوما اللي حتخدموه يرجع لكم صفر.
تحبوا ديروا له شويه تاع الكركم كيما حبيتوا. انا ما درتلوش باش ما يتبدلش اللون تاع داك الاحمر والاورانج. هو يعني بالطول يعطيكم هذيك لا كولور الصفر، ما يكونش صفر، يكون خضر نهار الاول اللي نشروه ومن بعد يتبدل. كيما قلت لكم تحطوه قباله في الخل فقط. كاين اللي داروا له الماء، انا درت غير الخل، ما درت حتى حاجه وطاني نتيجه هايله. وكما قلت لكم تحبوا ديروا له زريعه البسباس، زريعه الكزبر، الرند، براش قارص، يعني هادو كامل يزيدوا يعطولو يعني يذوق بزاف شباب. اذا كنتو درتو غير هذاك الصفر وحده، الخضر هذاك ما فيهش الاورانج والاحمر، ديروا له شويه كركم باش يجيكم كيما هذاك اللي يتبع. هذه هي الوصفه تاع الحار اللي كنت رقدته، يعني كلش راهو طبيعي. هنا كيما راكم تشوفوا هذيك الحبه الاولى تاع المبضع اللي وريتها لكم، والثانيه تاع هذاك المفتشخ. هاوليك المفتشخ، شوفوا هذاك الشكل تاعو شحال شباب، هذا يطيب بين فيه. وهو يعني كاين انواع تاع الزيتون، كاين انواع يعني كاين البيرداي وكاين الزاغواس، وكاين يعني انواع، كاين هذاك اللي حجم تاعو كبير بزاف، هذاك يعني ما يداينش، لازم تستحفظوا به في الثلاجه في العلب الزجاجيه. وكاين اللي هذاك المتوسط يعني يداين لكم يقعد لكم مده طويله، بصح انا نقول لكم ديروه في علب زجاجيه عن تجربه. ما عندكش كامل يعني ديري في تاع المايونيز، اي علبه تكوني عندك عمري فيها وديري وخليه في الثلاجه وغلقي. ديري في علب هكذا يكونوا ماشي كبار بزاف باش يدخلوا لك في الثلاجه. وميم طون كي تحبي تجبدي بالعلبه تتناوليها والاخر يقعد لك جديد. ان شاء الله راني نفعتكم. هذا هو كيما قلت لكم الزيتون الموف، هذا ما بضعتو ما والو. شوفوا شحال طايب ما شاء الله. بصح هذا تقعدوا كل يوم تبدلوا له الماء، يكون كحل يرجع لكم هكذا موف، وتخلطوه يعني كي تجوا تتناولوا تخلطوا. وثاني يعني حبيت نقول لكم حاجه، يعني هذا الزيتون راهو اقتصادي سورتو مع حلول شهر رمضان، ان شاء الله نحتاجوه. يعني تقدروا تقطعوه دي مورسو، تقطعوه هكذا مورسوات صغار وديروه في الحشوات تاع البوراك تاع المملحات. يعني وين حبيتوا يعني الوصفه اللي يكون فيها الزيتون تقدروا تنحوا هذيك العظمه ديالو وتقطعوه مربعات صغيره وتعاونوا روحكم، خير من اللي كل يوم تشرو راهو غالي بزاف وميم طون ماهوش صحي، لانه هذاك اللي يتباع برا يديروا له البرودوي، وهذاك البرودوي يجي كيما لاسيد، يجي في القرع. شفتوا دوك القرع تاع لاسيد، هذاك روح الملح هذاك اللي نسيقوا به اعزكم الله، هذاك نفسه يعني يجي كيما هو هكذا قاطع، يعني خطير جدا جدا على صحة الإنسان. يعني شغل ياكل لك ليستوما والمصران، يعني بعد مدة ما انتي تتناولي فيه حتى تولي عندك أمراض المعدة والمصران والأمعاء. ردوا بالكم يعني منه. حاولوا يعني تشروا هكذا الزيتون، أصلا يجيكم هكذا رخيص، الكيلو راهو 15,000 20,000. اشروا 10 كيلو ولا، ونوعوا هكذا في الألوان وخدموا الخلطة اللي وريتها لكم. يعني هو الأساس ديالو تنحولوا المراره اكثر من مده 10 ايام وانتم تبدلوه في الماء وحده. من بعد ما تتنحى المراره ديروا الخلطه هذه اللي درتها لكم، خلطه بزاف بنينه، وعطيت لكم الماء والملح يعني بالحساب ديالو، ما يجيكم مالح ما يجيكم يعني مسوس، يجيكم هايل. كما قلت لكم تقدروا تنقصوا شويه ملح على الكميه اللي درتها، ما تعمروش المغرفه تاع الملح الكبيره، ديروها يعني ناقصه شويه مع كاس كبير تاع الماء اللي حوالي يرفد 240. وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ومازال نزيد لكم ندير لكم الزيتون الكاسي والزيتون الدنوايوتي، ونقول لكم ابقاو معايا اوفياء للقناه ودعموني وشجعوني بلي لايك ولي كومونتير، وخاصه البارطاج في لي جروب مع خياتكم مع احباباتكم، هكذا باش تعم الفائده. وان شاء الله هكذا نتحفز ونزيد نكمل لكم الوصفات الاقتصاديه الصحيه والمشاريع اللي راني حاطتهم لكم في القناه، كيما مشروع تاع الديول ان شاء الله نديروه لكم قبل رمضان، القطايف لاباط فايتي، وان شاء الله عده مشاريع. ونقول لكم بقاو معايا برك وشجعوني، وان شاء الله الايامات الجايين نزيد نشارك معكم هاد الزيتون الايفيلي الكاسي والزيتون الدنوايوتي. كنت شاركت معكم في اللايف اللي كانوا حاضرين، حاجه اقتصاديه وزاكيه وبنينه. ونقول لكم تهلاو في روحكم، تبقاو على خير.